جميعنا لديه ردة الفعل ذاتها لرائحة الفم الكريهة. والسبب الرئيس وراء هذه الرائحة هو اللسان. السبب الأكثر شيوعاً لرائحة الفم الكريهة هو الترسبات على اللسان. تلك الترسبات تحتوي على بكتيريا تساعد على تحليل بقايا الطعام، وهذه البكتيريا تسبب أيضا رائحة الفم الكريهة، ويكمن الحل في التخلص من بقايا الطعام في الفم. نظف أسنانك بالفرشاة أو الخيط إضافة إلى اللسان كي يكون صحيا ونظيفا. وهناك منتجات لتنظيف اللسان إضافة إلى فرشاة الأسنان، فغسل الفم قد يساعد مؤقتا، ولكن إن لم تختفي الرائحة فيجب مراجعة طبيب الأسنان للتأكد من عدم وجود تسوس أو مرض في اللثة. ويمكن أن تسبب بعض المأكولات والمشروبات رائحة فم كريهة مثل البصل والثوم والقهوة والكحول. ويقول البعض إن شرب الشاي الأخضر أو تناول الفاكهة قد يكون مفيدا للتخلص من الرائحة، إلا أن ذلك ليس صحيحا. ويشير الأطباء إلى أن بعض الحالات الصحية قد تؤدي إلى رائحة فم كريهة مثل التهاب الجيوب الأنفية وقرحة المعدة، لكن بالنسبة لمعظم الأشخاص فإن الرعاية باللسان والأسنان قد يكون كل ما يحتاجون إليه للحفاظ على رائحة فم زكية.